حبايبنا اللي لسه داخلين الجامعات او المدارس اللي عايزين يبعدوا عن المواصلات وهمها، او عايزين يوفروا في المصاريف، او حتى عايزين يشتغلوا بعد الجامعه عشان يدفعوا مصاريف، وقرروا يجيبوا حاجه بعجلتين سواء موتوسيكل او سكوتر. الفيديو ده ليكم عشان يوضح لكم انهي افضل خيارات، واهلكم لو هم مش مقتنعين بالفكره دي، فخليكم معانا في الفلوج ده. بتخرج كتير وبتقطع مشاوير؟ بجيب عبوه زيت ريبسول 800 مللي الجديده بنفس الجوده الاسبانيه وكمان خفيفه على الميزانيه. يا اهلا بيكم متابعين القناه. الاخبار، فكره انك تجيب سكوتر او موتوسيكل عشان تروح بيه الكليه هي فكره 100% مثمره، ولكن بالشروط اللي احنا هنقولها دلوقتي. ان انت تكون عارف ان السيفتي هو حاجه مهمه جدا، امانك. عشان كده الخوذه والجوانتي زي دول والخوذه هو اول حاجه تفكر فيها قبل ما تفكر في الموتوسيكل. ده اللي هيخليك ماشي بامان. طبعا الحذر والمسؤوليه من نفسك، الكلمه دي ليك انت قبل ما تكون لاهلك، عشان دايما يفكروا معاك لو هم موافقين. تاني حاجه، الناس اللي بتبقى شغاله بيبقى دايما بيفكروا او عايزينها في حاجه من اتنين. في واحد عايز يروح بيها الكليه فعايزه تغنيه عن المواصلات، مش عارف يركبها او غلوها او الزحمه اللي بيقابلها في المواصلات والوقت، فيبقى عايز يجيب حاجه بعجلتين. في الوقت ده احنا دايما بنرشح له حاجه. ولو انت بالناس اللي هي عايزه تجيب حاجه تشتغل بيها، دلوقتي بقى الحاجات اللي بعجلتين الموتوسيكلات اللي بتعرف تشتغل كويس جدا وبيجيب فلوس كويسه جدا، عايزه تساعدها على الكليه وحتى على مصاريفك، فده ليه خيار تاني. فخلينا نبتدي ونكلمكم على اول خيار. اول خيار السكوتر. لو انت من الناس اللي هي عايز حاجه شكلها كويس وشيك وتروح بيها الكليه بس عشان توفر عليك الزحمه او الوقت اللي بتقضيه في الطريق، المصاريف بتاعه المواصلات او حتى العربيه، وعايز تروح بيها الجامعه بتاعتك، السكوترات هتكون هي الحل الامثل اللي انت تفكر فيه علشان تروح بيه. ليه السكوترات هي حل امثل؟ علشان حاجتين. اول حاجه علشان السكوترات بتيجي اوتوماتيك، يعني ما فيهاش نقلات زي العربيات الاوتوماتيك كده، مجرد بتزود من هنا بنزين خلاص انت كده بتمشي، وفيها فرامل وبس كده. تاني خيار لان هي بتبقى اريح وفيها مساحات تخزين، فيها مساحات تخزين تحت الكرسي، فانت ممكن تقدر تفتح الشنطه من هنا، هتلاقي هنا في مساحه تخزين تحط فيها الديسوهات بتاعتك او الحاجات اللي انت بتروح بيها الكليه بتاعتك، موجوده كلها هنا. طبعا السكوترات بطبيعه الحال هي دايما بتكون اريح والطف. طبعا السكوترات ما تنفعش للناس اللي هي عايزه تشتغل او تجيب مصاريف الكليه بتاعتها من الشغل لسببين. اول سبب تكلفه تشغيلها العاليه. ليه تكلفه تشغيلها العاليه؟ لان السكوترات دايما اغلى في الفبر اللي محاوطك، في اي وقعه بتضطر تشتري فبر غالي جدا. الموتوسيكلات الطف شويه في النقطه دي. تاني حاجه هي الجزء اللي هنا بيبقى نظام نقل الحركه من المحرك للعجله اللي ورا عباره عن سير. السير ده بيبقى اغلى من الحاجه اللي موجوده في الموتوسيكلات اللي هو الجنزير. تاني حاجه التحميل، بان انت بقى فيه 2 شخصين موجودين هنا بيحمل على السير ده، فبيخلي عمره اقصر عكس برضو الجنزير. فكل دي الحاجات اللي بتخلي السكوتر ده مناسب لو انت راجل عايز تروح الكليه او الشغل او المدرسه بتاعتك وتتنقل تنقلاتك العاديه خالص مهما كانت مسافاتك بدون ما تكون بتشتغل. ده بالنسبه للسكوترات. طيب بالنسبه للموتوسيكلات، تعال نبصوا على الفيو كده. الفيو الثاني وهو الموتوسيكلات. لو عايز تجيب موتوسيكل يبقى انت عايز تروح مواصلاتك وكل الحاجات بتاعت السكوتر، ولكن زود عليها عايز تشتغل، ونقص عليها انك هتنقص لك الشكل الكويس والراحه. دايما الموتوسيكلات مهما كان شكلها زي فئه الموتوسيكلات دي، ده اسمها في الموتوسيكلات فئه الشكل التجاري، تلاقيها زي ما نقول الشعبي كده. يعني في موتوسيكلات شكلها رياضي وشبابي اكتر، دي اللي زي بنيلي VLR. ولكن احنا هنقول لكم الحاجات الاساسيه في الفكره على الموتوسيكل ده. الفكره الاساسيه ان الموتوسيكلات حلوه للشغل عشان المساحه دي بتبقى واسعه جدا، لو عايز تركب شخصين او حتى عايز حط بوكس ورا عشان تشتغل بيه. تاني حاجه وهي توفير البنزين. الموتوسيكلات دي بتوفر بنزين تقريبا بيمشي اللتر رينج 35 لحد 50 كيلو لو في موتوسيكل زي الTVS اللي معانا دلوقتي ده، فبيبقى في البنزين احسن، فالشغل بيبقى احسن بشكل عام يعني. الحاجه المهمه كمان ان هو بيكون هنا في جنزير مفيش سير، يعني الجنزير بيبقى حاجه حديد، فبالتالي ما بيبقاش لو في حمل هنا يقدر يتحمل عليه وبعدين يبقى عمره اقصر. الحديد ما بيتاثرش بالجزء ده، فده الجزء اللي دايما بنرشح عشانه الموتوسيكل. ولكن السلبيه هي الراحه. دايما الموتوسيكل بيبقى من هنا مش مريح قوي، بيبقى السيفتي بتاعك اقل شويه، لان الموتوسيكل انت مش قاعد جواه عشان فبر، لا انت بتبقى قاعد هو بين رجليك. بيبقى مش مريح علشان مانيوال طبعا بتبتدي تنقل وكلام زي كده. هو مش صعب ولكن هو مش اريح، يعني ناس كتير بتسوق المانيوال ما بتقدرش تسوق الاوتوماتيك، ما بتستمتعش بيه يعني. فده الفيوهين بتاع انك عايز تجيب موتوسيكل امتى وعايز تجيب سكوتر امتى. افهمهم، شوف احتياجاتك وفكر كويس قبل ما تختار. طيب نختار موديلات ايه بقى في من الاثنين؟
لو عايز اجيب موتوسيكل او عايز اجيب سكوتر اختار ايه، وهيثم انت ترشح لي ايه. دايما في قاعده مهمه جدا عايز اقولها لك، اختار ارخص حاجه كويسه توديك، ده في الاول، خصوصا عشان ما تكلفش على نفسك لو انت طالب. يعني ايه اوفر حاجه في الاسكوترات؟ يعني تشوف اوفر حاجه او ارخص حاجه في الشركات الموثوقه، كيميكو، بينالي، اسوام. برشح دايما من كيمكو السكوتر ده الاوربان اللي لسه نازل في السوق المصري، اسمه ام اوربت، كويس جدا وحلو للبدايه. يمكن بنالي ما عندهاش حاجه في الرينج ده، بس كافينيرو سبورت كلهم في رينج ال 21000، الاوربت ب 18000، ده ب 22000 ونص، كلهم في ارخص الميزانيات بالنسبه للسكوترات، فدي حاجه كويسه جدا انك تبتدي تعتمد عليه. بالنسبه للموتوسيكلات حاول برضو تشتري ارخص موتوسيكل يشتغل، حاجه من اتنين، يا اما موتوسيكلات الفئه التجاريه اللي شكلها مش حلو شويه زي تي في اس وبجاج، يا اما لو عايز حاجه شكلها افضل يبقى من بنالي هتشتري في ال ار برضو ب 16000 ونص، ده اغلى حاجه. دي الخيارات الكويسه اللي دايما هتخليك احسن اداء وموثوقه وليها قطع غيار، وفي نفس الوقت بتعمل كل اللي نفسك فيه. اتمنى يكون الفلوج ده افادكم، ما تنسوش تدعمونا بلايك سبسكرايب وكل حاجه. وكلمه اخيره بقى لكل الاباء والامهات، بص الموتوسيكل هو حاجه امان جدا، بس لو ابنك مسؤول، ولو ابنك مش مسؤول لو قاعد جوه دبابه ممكن يموت نفسه. فدايما انت عارف التزامات ابنك، ولاي شاب انت عارف برضه هل انت مسؤول ولا لا، فما تحاولش تقنع اهلك بحاجه وانت مش مسؤول، لو انت مسؤول هيقتنع هم بسرعه. سلام عليكم.